محدش بيتولد واثق من نفسه بنسبة 100%، مستحيل، ما بتحصلش، لأن الثقة بالنفس دي عملية تراكمية احنا اللي بنبنيها. هي بالفعل اوريدي موجودة، بس عليها كده شوية شوية مخاوف، شوية أصوات، شوية أحكام، شوية شك. فما تفتكروش ان الناس اللي بتطلع كده واثقة من نفسها بنسبة كبيرة كده، وما تنخدعوش وتقولوا ان هم بلا شك وبلا خوف، لا خالص. لان ده مفيش حد على وجه الارض مهما اشتغل على نفسه ما بيطلعلوش صوت داخلي او ما بيشكش او ما بيخافش. تمام، ما عندوش مخاوف. الفرق بس عندهم في حاجتين اتنين: ان هم قرروا ان هم يصدقوا نفسهم، وتاني حاجة ان هم عارفين وتعلموا ازاي يتعاملوا مع صوت الشك ومع المخاوف اللي بتظهر. طيب يا زينب، اعمل ايه عشان ابدأ رحلة الثقة بالنفس؟ اول حاجة هقولك عليها، لازم تتقبلي وضعك زي ما هو، بكل الصورة بقى الذهنية اللي انت شايفة نفسك عليها، بكل مخاوفك، بكل الأصوات والأحكام اللي انت بتحكميها على نفسك، أو الأحكام بتاعت الآخرين اللي انت صدقتيها على نفسك. كل ده تتقبليه تماما. تاني حاجة، تستعيني بالله عز وجل، تطلبي منه القدرة على التغيير ده والتطوير ده، لأنك انت مهما تخيلتي ان انت جامدة وتقدري وتعملي، مفيش يعني اكتر حاجة تسهل عليكي غير ان انت تتصلي بالله عز وجل وتطلبي منه الاستعانة والقدرة. تالت حاجة، تحطي نية واضحة وقرار قاطع ان انت هتبدأي في رحلة الثقة بالنفس، بناء الثقة بالنفس. بعد كده تبتدي تشوفي ايه الشيء اللي انت خايفة تعمليه، وتبتدي ان انت تاخدي خطوة في ان انت تعملي اكشن في الموضوع ده. تمام، بمجرد انت ما هتعملي اكشن هتبدأ تظهر لك حاجات كتير قوي، منها المخاوف، منها الاحكام، منها احكامك على نفسك او احكام الناس عليكي واللي انت صدقتيها، اصوات داخليه. وانا قايله لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي نتعامل مع الاصوات الداخليه وازاي نتعامل مع المخاوف. روحوا اسمعوا الفيديوهين دول، فيهم حاجات كده تبس بسيطه وسهله ابدأي بيها واعرفي ازاي تتعاملي معاها. والشيء الغريب جدا اللي انا لاحظته ان انا كنت كل ما اقرر ان انا اعمل شيء انا شايفاه صعب جدا واكسر حاجز الخوف وابدا اخد اول خطوه واعمله، الاقي ثقتي في نفسي زادت بدرجه الصعوبه دي. يعني كل ما انت كنت شايفه الموضوع كبير وضخم وازاي كسرتي الحاجز ده وبداتي تاخدي اكشن وعملتي وبداتي، كل ما ثقتك في نفسك بتزيد اكتر. تمام، يعني درجه صعوبه الشيء آه، بتكسري حاجز الخوف وبتبني ثقة في النفس بنفس المقدار. في النهاية يا عزيزتي الغالية، الثقة في النفس دي مش حاجة بنجيبها من بره، لأ، دي حاجة داخلية، هي أصلا اوريدي موجودة بس متغطية بقى بكل المخاوف والكلام اللي قلناه ده. فأنت دورك إن أنت تنقيها، إن أنت تظهريها. الموضوع سيمبل بسيط جدا. شاركيني بقى إيه هي أول خطوة هتبدأي تاخديها عشان تكسري الحاجز وتبتدي تبني أول خطوة في رحلة الثقة بالنفس ليكي. شكرا.